إلهام شاهين تغيب عن الجونة وتتواجد بموناكو. أهلا بيكم وفيديو جديد. غابت الفنانة إلهام شاهين عن حفل افتتاح مهرجان الجونة، وذلك لسفرها إلى إمارة موناكو للمشاركة في افتتاح مهرجان الأمل السينمائي الدولي بإمارة موناكو. هذا المهرجان متخصص في الأفلام الإنسانية التي تناقش موضوعات عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وبطل الفيلم الافتتاح ليو هو من ذوي الاحتياجات الخاصة من بلجيكا، يمثل ويغني ويعزف، وقد تم تكريمه. وأيضا عبد الله من السنغال، وهو فنان تشكيلي من ذوي الاحتياجات الخاصة ويستخدم أرجله في الرسم. وكتبت إلهام: مواهب عظيمة تعطي الأمل وتستحق إلقاء الضوء عليها كقدوة لغيرها، وأنها سعيدة جدا بتكريمها في المهرجان عن دورها في فيلم الكوليسترول، كما تم تكريم الفنانة نبيلة عبيد عن فيلم توت توت.